أنا شوية يعني مش معجب، يعني مش بحب الوعظ قوي، ومش بتعلم الوعظ كتير، ودي يعني مش المفروض أقول كده. مش مش أنا بتعلم أكتر من القراية، وبحب لما أجي أقرأ يعني أستمتع بفكرة القراية، وأعلم الحاجات اللي عاوزها، وأعمل دواير ألوان، وأصلي للحاجات، وكأن القراية مصدر للتعليم عندي مهم قوي. لكن ده ما بيمنعش ان ربنا كتير كلمني من خلال خدام ومن خلال تعليم انا سمعته. وانا بحب اتكلم، بحس بنفسي اكتر يعني، وانا بتكلم ليكم عن الفكره النهارده حسوا بيا ان انا بعبر عن نفسي، يعني ما عنديش وعظ كتير، واللي بقوله هقوله وانا بتكلم عن ابوه الله. بفتكر ابويا واسترجع كده، وافتكر ان كان بابا موجود ربنا يديله العمر، وافتكر رحلتك معاه ان كان انتقل، اكيد ليك ذكريات عظيمه معاه، وافتكر كمان انك اب. الحاجتين دول بيطردوني طول عمري، كوني اب وما نجحت فيه كأب، وما فشلت فيه، وانا عبرت كتير وانا واقف في اماكن بخدم فيها ايه الاخطاء اللي عملتها كأب. وكمان بتطاردني فكره دايما ابويا قد ايه انا قدرت اللي عمله عشاني، وقد ايه قيمت اللي هو عمله عشاني، وقد ايه فهمت حاجات فهمتها بعدين هو كان فاهم الابوه ازاي ونقلها لي ازاي. وده كل الخلطه دي فهمتني شويه يعني ايه الله اب، يعني ايه الله اب لينا. هشارككم بآية موجودة في يوحنا الأولى 4:19. مش عارف انتوا عارفينها ولا لا، او بتطلع حاجة هنا ولا لا، مش عارف. لكن الآية بتقول نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. دايما أحس إن الآية دي مشكلتها إنها مكتوبة بالمعكوس. نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا، وأول انطباع بيجي لنا فكرة إحنا نحبه. واحس ان الكنيسه صرعت سنين طويله عشان تعلمنا محبه الله، واحنا صغيرين نتعلم ازاي نحب الله. لكن لما اكتشفت ان هدف الايه دي الاساسي، او الفكره الاساسيه اللي في الايه دي، ده غير كتير من تفكيري. انه احبنا اولا. الفكره الاساسيه في الايه دي ان الله حبنا، مش ان احنا نحبه. الايه بتقول نحن نحبه لانه احبنا اولا. أنا حاسس إن بنقعد نصارع جزء كبير من حياتنا إزاي نحب ربنا، وساعات نشعر بالذنب أوقات من قلة الحب. لكن المعنى الأساسي كان في الآية دي إحنا بنحبه لأنه هو أحبنا أولا. حب الله الأول. إن لم نستمتع ونشبع بحب الله لن نستطيع أن نحبه. إن ما ارتحناش في الحب ده واكتشفناه، إن ما شبعتش قلوبنا بمحبة الله، إن توقفنا عن صراعنا في إن إحنا نحبه وارتحنا في الحب ده، هنفضل دايما نصارع إزاي نحبه. في حزقيال 16:8 وهو بيتكلم عن طريقة الحب بتاعت ربنا، وبيتكلم عن إن هو أب، وبيتكلم عن إسرائيل، وبيقول فمررت بك ورأيتك وإذ زمنك زمن الحب. ليه ربنا حبنا؟ مش عارف، بس كان عنده زمن اسمه زمن الحب. هو كان عنده حب فحبنا. بيقول مررت بك ورأيتك فإذ زمنك زمن الحب، فبسطت ذيلي عليك، سترت عورتك، حلفت لك ودخلت معك في عهد يقول السيد الرب فصرت لي. ده شكل حب ربنا. هو حبنا ليه؟ عشان كان هو شايف ان في زمن حب عايز يحبنا، فسترتك وبسطت ذيله عليكي. ولو قررنا بقى الجزء، لقيتك متسخ حممتك ولبستك تاج. هو قال عن فكره الحب فصرت لي. انا بعتقد دي الفكره المحوريه في فكره حب الله، انك لقاك مذلول نجس ملوث، فإذ زمنك زمن الحب فحبك. ملهاش معنى تاني غير كده. فصرت لي
فبقيت انا انت ليا. احنا عارفين ان المسيح هو اعلان حب الله، اعظم اعلان لحب الله كان المسيح. لكن فكره الابوه في قلب ربنا كانت موجوده قبل المسيح. الله من الازل اب، الله ظهر ابوته في الثالوث. انتوا عارفين المسيح كان فين قبل ما يجي على الارض؟ في يوحنا 1:18 بيقول الابن الذي في حضن الاب هو خبره. الله كان بيمارس الابوه حتى قبل ما يجي المسيح. بولس قال عن المسيح اللي هو كان اللي احني ركبتي لدى ابي، اللي هو اصل كل ابوه. فالله هو اصل كل ابوه قبل حتى ما نختبر عمل المسيح. ابوه الله هي فكره عميقه عميقه في من الازل. هو اللي اخترع فكره الابوه، هو اللي ابتكر يعني ايه اب، هو اللي عنده الكتالوج بتاع يعني ايه اب. مفهوم الابوه اساسا هو اللي عامله في اجزاء صغيره، وانا داخل على كام نقطه هشرح لكم شويه ايه في الفكره دي. ليه في الاختبار المسيحي وفي الحياه المسيحيه بنأكد على فكره الابوه اكتر من اي حاجه تاني؟ تعتقدوا ليه؟ يعني علاقتنا بالله كأب ليه هي اللي واخده الصوره؟ ليه هي اللي في البؤره؟ ليه هي اللي في الواجهه؟ ليه الاختبار المسيحي دايما يحكي عن الفكره دي؟ مش ملاحظين كده؟ يعني مرات اتكلم عن المسيح هو العريس، صح؟ العريس والعروس. العريس والعروس، العريس والعروس هي علاقة شراكة، يعني كل منهم يقدم شيء فيعيشوا في شراكة مع بعض. ومرات اتكلم عن فكرة الصديق. الاختبار المسيحي بيعلمنا ان والله قبل كده عاش صداقة مع مين؟ عارف فاكرين مع مين؟ مع ابراهيم، وقال انه خليلي. والخليل ده جزء عميق في الصداقة، قال له إبراهيم خليلي. ومرات اتكلم عن إن هو راعي. لكن ليه أكتر صورة واضحة بتلمع في اختبارنا المسيح، في الفكرة المسيحية، في الإعلان الإلهي إن هو أب؟ ليه؟ اتفضل. مدي الابن الأولوية. ومن منكم إن طلب منه ابنه سمكة يعطيه حية، أو إن طلب منه خبزا يعطيه حجرا. فدي حاجة إحنا بنلمسها. إن لم نلمس المحبة عمليا في حياتنا، يعني أنا كتير جدا ناس يقولوا لي طب ربنا هي حاسبنا، طب ربنا هيدخل. أقول لهم كل ما تفعله مع ابنك عمرك ما هتكون أكرم مع ابنك من كرم الأب السماوي معانا. ده غير إن فكرة الأب السماوي مرتبطة بالآب أكثر طبعا. لأنه هو قال كل ما تطلبونه من الآب باسم. شكرا لك. حد عنده تصور تاني ليه أكبر إعلان الله أعلن بيه عن نفسه كأب؟ حد يحب يقول حاجة تاني؟ ممكن أقول حاجة. يعني أب هي يعني قوية قوي في الاختبار المسيحي، علشان أب هو المصدر. فإحنا لما بنقول الله هو الأب كأننا بنعترف إن إحنا لينا مصدر، والمصدر ده هو الشخصية المركزية في المسيحية، ومن غير المصدر دوت إحنا مش هنبقى موجودين. فأب تعني مصدر وجودنا، ولأن كمان إحنا ملناش وجود من ذواتنا، فبنستمد وجودنا من ابونا، من مصدرنا. شكرا. تمام، شكرا. حد عايز يقول حاجه كمان؟ ربما يكون كنوع من انواع التعويض في حاله قصور الاب الارضي. يعني ربما يكون احنا عندنا صدمه مع الاب الارضي، فيبقى لنا فرصه في التعويض مع الاب السماوي، باعتبار ان هو موجود وما بينتهيش. يعني فكره مؤثره اكثر حقيقي. انا مش هحاول اقنعكم او تحسوا. انا امل ان روح ربنا ينقل فكره يعني ايه اب، يعني ايه الله اختار يبقى اب لينا. هقول فكره صغيره. ليه الاختبار المسيحي في عمقه هو اختبار ابوه؟ لاننا في اعماقنا نحتاج الى من يقودنا ويقودنا بالحب. ولن يوجد في كل الوجود من يستطيع ان يقود بالحب الى الله.
احنا مخلوقين اساسا في تصميم خليقتنا ان في حد تاني يقود حياتنا، يساعدنا، يقف جنبينا، يرشدنا. هي دي طبيعه خلقتنا. واللي بيعرف يعمل الدور ده هو الاب. حتى لو كنا افتقدناه، حتى لو كنا افتقدنا الصوره دي في صوره ابونا الارضي، احنا في اعماقنا نحتاج. وانا هقول يعني قدام شويه ايه مشكلتنا كرجاله. احنا بنرفض الفكره دي عشان احنا بنحب نستقل. هنعرف ايه المشكله. ليه دي المشكله اللي حصلت اساسا، اللي حصلت بين ادم والله. لكن في عمق اعماقنا انت تحتاج من يقودك، انت تحتاج من يؤدبك، انت تحتاج من يحتضنك، انت تحتاج من يوجهك. احنا في اعماقنا نحتاج الى اوقات الى الصرامه مع الحنان، والخلطه دي مش بيعرف يعملها غير ربنا. احنا في اعماقنا نحتاج الى اوقات الى التاديب مع الاحتضان، ودي مش بيعملها غير الاب. احنا اوقات في اعماقنا نحتاج الى ان حد يوجهنا ويحبنا حب للدرجه اللي فيها يحتمل اقصى درجات غبائنا، سوري، وما يرفضناش. ودي الفكره الاصليه بتاعت فكره الاب. عشان كده ربنا قدم نفسه كنموذج للاب اللي بيقود وبيحب، بيتحنن، وأوقات يضغط عليا. فاكرين في آية بتقول من يحب الرب يعمل إيه؟ يؤدبه. الوحيد في الدنيا اللي بيؤدب ومسموح له إنه يؤدب هو مين؟ الأب. عشان كده يقول لك ربنا عمره ما كان جد. دايما ربنا في كل الحالات أب. عارفين ليه الجد ليه ما ينفعش يبقى أب؟ عشان لما يجي الأب يمسك ابنه يقرص ودانه يأدبه، الجد يعمل ايه؟ يلحقه وياخده في حضنه يقول له سيبه مالكش دعوه بيه. مش هيأدب، هيحب بس. احنا بنحب من ربنا الجزء اللي فيه الاب اللي يغفر خطايانا، اللي بيدينا القوه علشان نخدم، اللي بيدينا الارشاد علشان نعرف نهاجر ولا لا. لكن اوقات مش بنحب الاب اللي ليه سلطه علينا، مش بنحب الاب اللي بيقود حياتنا. هوضحها تاني بصوره اوضح شويه. في كاتب معرفش تسمعوا عنه ولا لا، اسمه إيميل دوركان. ناقش مشكله في حياه الرجاله اسمها الاغتراب. حد عنده تصور لفكره الاغتراب؟ ايه هو الاغتراب؟ انك تكون مش الغربه، الاغتراب. انك تكون في حاله توهان، انك تكون في حاله وحده، انك تكون في حاله عدم وضوح انت عايز تروح فين وتيجي منين. بصوا إيميل دوركان بيقول ايه؟ بيقول مشكله الاغتراب ليس هي عجز الانسان عن تسديد احتياجه، بل في حقيقته هو عدم قدره الانسان عن معرفه احتياجه. هقولها تاني. بيقول مشكله الاغتراب ليس هي عجز الانسان عن تسديد احتياجه، بل في حقيقته هو عدم قدرتنا عن عدم معرفه احتياجنا. عايز اقول لك احنا اوقات كتير مش عارفين احنا عاوزين ايه، وعدم معرفتنا عن احتياجنا كلنا بنعاني منها. الفقير بيعاني منها، والغني جدا بيعاني منها. انا ليا مدير شغل زي يعني اكيد انتوا ليكم مديرين اغنياء جدا، كل رجال الاعمال في الغالب اغنياء في مصر. اوقات اقعد معاه في لحظات صفا يقول لي طب وبعدين هنعمل ايه؟ انا افتكر حاجه في الشغل يعني هو في يعني قرابه بيني وبين شويه، وبعدين هنعمل ايه؟ في ايه؟ يقول لي احنا رايحين فين؟ يقول له رايحين فين في ايه يعني؟ في ايه؟ يقول لي انا رايح فين؟ هو بيقول انا رايح فين؟
الراجل ده غني جدا جدا، والفقير كده، والقوي كده، والضعيف كده، والجاهل والبسيط كده، والفيلسوف كده. اكتر فلاسفه عبروا انهم مش عارفين عاوزين ايه. الاغتراب مش بس فكرته ان احنا مش عارفين نسدد احتياجنا، فكره الاغتراب ان احنا مش عارفين احنا محتاجين ايه. عشان كده هختم الجزء ده، هقول جزء اخير تاني اشارككم بيه. احنا كلنا فقير وغني، بيفهم ما بيفهمش، ذكي على امكانياته على قده، نحتاج الى حضن ابوي عميق. محتاج حد يحضنك. انا عارف الكلمه دي شويه بالنسبه للرجاله يعني غريبه. انت تحتاج الى ان من يحضن، حضن ابوي عميق ينهي جواك فكره الحيره والاغتراب. انت جاي منين ورايح فين وعايز تعمل ايه؟ انا هوضحها في جمل صغيره بعد كده، بس انا عايز اركز على الحته دي. انت تحتاج الى حضن ابوي عميق جدا. الحب ده يعيد الثقه في نفسك تاني. الحب ده يشير ان ممكن يشفي جروحك. انا شخصيا عندي جروح وعارفها وشاركت بيها مرات، واتكسفت اشارك بحاجات تانية. انا يمكن مره شاركت بحاجه بسيطه كده، وبعدين بقول لهم في الكلام ايه، انا عندي ازمه حصلت، رحت مكروت وما قلتهاش، قلت هطنشها. راح ماجد ايه، ناصح هو ماجد كالعاده يعني، قال لي انت فاكر لما قلت لنا حاجه هتقولها يعني؟ فاكر يا ماجد لما كنا في جدير؟ انا عندي جرح غريب قوي، جرح غريب قوي، ربما تظنونه ساذج. انا مره خدت قلم وشكلنا خدنا اقلام كتير شكلنا يعني، خدت قلم من ابويا الى الان لن انساه، وما اعرفش انا خدته ليه. كان في حاجه زمان للكبار اللي هم سنهم كبير شويه اسمها جدول الضرب. عارفين انتوا جدول الضرب؟ كان بيتحفظ. ابويا كان غاوي قوي يسمع لي جدول الضرب. ما اعرفش، كل ما يشوفني يسمع لي جدول الضرب. ما اعرفش ليه الموضوع ده كان مهم بالنسبه له. فسالني، وكان عندي جار في سني مش ناسي اسمه ثروت. فنحن الاثنين نقف واحنا في اولى ابتدائي او ثانيه ابتدائي جنب بعض، ويسالنا ونجاوب بسرعه. 5 6 30 6 6. انا بقى راح سالني سؤال جود شويه، هو يعني تلائم شويه. قال لي 6 في 6 زائد 6. قال لي 6 في 6 زائد 6. 6 في 6 زائد 6. يعني اضاف حته. وانا بسرعه قلت ايه؟ 36. انا ما اعرفش، شفت الدنيا الوان. انا 6 في 6 زائد 6 دي بقى حاجه جامده يعني، 42 يعني دي مرحله متقدمه. قلت 36. انا هذا الامر بسيط، هذا الامر بسيط، انتوا تقولوا بسيط، وكل واحد منكم اكيد حصل حاجات بالمنظر ده في حياته. لكن هذا الامر قعد في حياتي فتره طويله جدا، عامل لي جرح يعني في اعماقي، لدرجه بقيت استخدم الاله الحاسبه، ما بقتش احفظ جدول الضرب يعني والموضوع ده من المواضيع اللي حطيتها قدام ربنا جامد. انا ليه اتضربت؟ انا مش في حقي اغلط؟ ليه اهان؟
اهان جنب حد على خطأ بسيط. عشان كده وانا بتكلم عن فكرة اللي قالها دونكان، إيميل دوركان، لما بيقول أن القصة ليست هي تسديد احتياجات. الاغتراب ليس أنك تسدد احتياجاتك. الاغتراب الحقيقي أنك تعرف إيه هي احتياجك، تعرف إيه هي آلامك، تعرف إيه هي جروحك الحقيقية. والاغتراب يحتاج إلى حضن أبوي عميق عميق عميق. الحضن ده بيطلع على السطح. عارفين اللي بيطبخوا لحمه وكده، وفي حاجه اسمها ايه بره على السطح؟ اسمها ريمه. الريمه دي يشيلوا من على السطح ده. هذا الحضن بيطلع كل الام وجروح ومراره وتخرج. انت مش عايز تعترف بيها، وانا هقول لك ليه انت مش عايز تعترف بيها في نقطتين 3 اخرانيين. انت مش عايز تعترف بيها، انت رافض تعترف بيها، انت رافض مواقفك ناحيه ابوك في حاجات، انت بتدينه في حاجات، انت مجروح منه في حاجات، انت اساسا مجروح في حاجات كتير. والحضن بيكشف ويطلع، وكأنك بتتطهر، وكأنك بتبقى خفيف. خطورة الحضن ده إن كتير منا ما دقهوش. هقول لكم الفكرة الأخيرة في الحتة دي. عارف إنك ممكن ما تكونش دقت حاجة في حياتك؟ قعدت فترة كبيرة عايز آكل استاكوزا. يعني أنا شايف الاستاكوزا دي حاجة غالية وأنا عايز آكلها يعني. عارف إنك حاجة ما دقتهاش في حياتك، إزاي هتشتاق لها؟ إزاي هتحتاج ليها؟ كيف تحتاج إلى شيء لم تذوقه في حياتك؟ أنا أقول لكم دي أزمة الرجالة. إزاي تفتقد شيء أنت ما شفتوش وما تعاملتش معاه؟ عرفتوا ليه؟ إن فكرة الحضن الأبوي فكرة بعيدة عننا، لأنك مش هتعرف تشتاق لحاجة أنت ما دقتهاش أساسا. أنت مش هتفتقدها، أنت مش مفتقدها. لكن عايز أنهي الجزء ده بجملة. معنى إنك أنت مش محتاج الأمر ده، أو مش عارف إنك محتاجه، أو مش مفتقده، أو ما دقتهوش، ليس معناه أنك لا تحتاجه. مش عايز أصعب الأمور، مش عايز فاهمين قصدي في الحتة دي؟ معنى إنك ما دقتهوش، معنى إنك أنت بتعافر جوه نفسك إنك مكتفي، معنى إنك أنت كاتم جروحك ومش عايز تطلعها بره، معنى إنك أنت بتعافر، معنى إنك أنت ما دقتش حد بره يحضنك بالقوة الرهيبة إنه يضمك ليه. ففي الضم ده تخرج كل وساخة، كل أتعاب، كل إحساس بإن مفيش حاجة تتغير. حضن يرجع لك أمل تاني. قعدوا يكلمونا على الأحضان فترة طويلة، وأنا إحدى الأخطاء اللي بعترف بيها إني أنا مثلاً ما حضنتش ابني فترة كفاية. ربما كنت مش عارف قيمة الأمر ده. الحضن الأبوي حتى لو أنت ما دقتهوش، أنت بتظن إن هو لا قيمة ليه، بتظن إنك مش بتبحث عنه، بتظن إنك أنت مش مفتقد ولا حاجة، أنت عارف تعيش من غيره. هذا لا يعني أنك مش محتاجه، أنت تحتاجه، أنت تحتاجه، وهتفضل تصرخ ليه، تصرخ دايما في مسيرة حياتك حتى لما يكون سنك كام، إلى أن تتصادم أو أنت تتقابل في يوم مع حد ياخدك بقوة في أعماقك ويحضنك ويطمنك ويعلن إنه بيحبك، بيحبك حب خاص جدا، بيحبك حب أبوي، بيحبك النموذج الصافي النقي للأبوة. فتكتشف إنك ابن. التجربة اللي ما عشتهاش قبل كده، أو أنت نسيتها، أو أنت عندك صورتها مشوهة عندك، أو هي أنت مفتقدها، فتعرف إنك ابن، إنك ابن محبوب جدا. أنا عايز أعترف اعتراف
قدامكم عايز اعترف اعتراف ان انا لم اشبع كفايه. انا والدي مات عند سنه 2000، يعني مات من 25 سنه، انتقل من 25 سنه. والدتي انتقلت من 3 سنين، وكل منهم له حب خاص، كل منهم له مذاق معين في الحب. لكن أنا بعترف إني مرات بقعد مع نفسي وأشعر إني لم أعرف قيمة معنى الأبوة كفاية مع هذا الرجل. كنت أتمنى أشبع بأبوته، برغم أنه كان يعني مش قاسي. يعني والدي ما كانش قاسي، هو والدي كان من الجيل اللي هو هو كده تحس هما كده مش عارف تفسر، مش عارف تقول يعني. يحب جدا لكنهم لا يظهرون الحب، وكأن الحب ضعف. لن أنسى وكل الصور دي يعني يمكن وأنا بتكلم وأنا بعشق فكرة أبوة الله أساساً، بكتر صور أبويا وصور أبوتي لابني وكوني ابن الأب. أنا يعني بحب الخلطة دي قوي. وأنا لن أنسى يوم جواز أختي. يوم جواز أختي هو يوم الجواز نفسه كلنا بنعمل هيصة في البيت، وكل واحد بقى بيدور على اللبس اللي هيلبسه عشان الفرح، واللي بيجهز مش عارف ووالدي قوي ساخر جدا، بيتنمر على كل الناس. يعني هو بيتنمر على نفسه برضه، ما عندوش مشكلة. يعني علمنا حاجات جميلة، علمنا القوة، علمنا اوقات كان بياخدنا يعمل لنا انا واخواتي، عندي 3 ولدين غيري، كان يعمل لنا مسابقات مصارعة، يعمل لنا مربع كده ويلعب كل 2 مع بعض، مين يعمل لمسة يعني حاجة كده كانت غريبة شوية. كان بيحب أختي جدا، أختي وحيدة. وهذا الرجل القوي، هذا الرجل العظيم اللي في نفسه يعني، واحنا كلنا بنجري بقى المطبخ ورايحين الأوضة ورايحين نعمل مش عارف وفرحانين أو مش مشغولين، وهو قاعد متنح. فجأة سمعنا صوت عياط، بكاء قوي. مين ده عيط في اليوم ده؟ مين؟ هذا الرجل كان يبكي. ربما المشاعر انا يعني ممكن ما انقلها لكش مظبوط، بس انا بشعرها. هذا الرجل كان يبكي، يعني كلنا مشغولين عنه، وهو اللي عمل كل البناء ده، هو عمل كل الحب ده، هو اللي قدم كل الحب ده، وكأنه مجهول على جنب. واخدين بالكم؟ ولن انسى اختي لما خدت بالها وهي بتجري بقى وعايزه تروح للكوافير ومش عارف الناس تعرف اختي كتير، خالد يعرف سلوى مثلا، اخت سلوى، واشرف، ناس كتير تعرفها. اختي فخدت بالها، راحت عملت جريت عملت حضنته. فهو راح عمل حضنها حضن لم أراه من ساعة ما اتولدت لغاية هذه اللحظة، إن هذا الرجل يستطيع أن يحضن إنسان بهذه الطريقة. الحب الأبوي، وده نموذج للحب اللي هو الحضن ده. أنا أعتقد سلوى لما تقعد معانا بعد 25 سنة تحكي عن لحظة الحضن ده، هي ما اتحضنتش بالقوة بالطريقة دي. احنا ما شفناش الحضن ده قبل كده، انا ما خدتوش يعني صراحه. هختم الجزء ده واقول انت تحتاج الى حضن ابوي. هذا يعيد تحديد بوصله حياتك، وكانك من جديد بتقول انا موجود، وكانك من جديد بتقول انا ليا قيمه، وكانك من جديد بتقول انا اقدر اكون ليا هدف وقيمه في الحياه، وكأنك بتقول واني ممكن يتغسل كل الاوجاع والجروح اللي جرحتني بالحضن ده.
انت تحتاج الى حضن ابوي. حتى هختم بالجزء ده، حتى وان كنت هقولها تاني ما دقتوش ومحدش حكى لك عنه ومحدش قال لك ايه هو، وانت مش مفتقده، وانت محدش بيكلمك عنه، وانت تبدو كانك مش محتاجه، هذا لا يبرر احتياجك العميق الرهيب الى ان ياخذك هذا الاله في حضنه بقوه فتذوق امر جديد لم تذوقه من قبل، فيعيد من جديد شعورك بذاتك كرجل، بذاتك كإنسان، وكأنك بتتغسل من حاجات حصلت كتير. أنا ما بقولش ده بيشفي تماما، لكن ده بيبدأ رحلة شفاء. أوقات باجي أحضن كريم ابني في مناسبات، كريم ما بيحبش يتحضن قوي، تحس كده ناشف، مش عارف، مش مرن معايا ليه، مش عارف كده، متنح معايا. اجي احضنه في مناسبات احس انه متردد. الحضن مش بس يعني هو القرب ده، الحضن يعني هو وصول طاقة الحب الحقيقية ليك من أب هو عارف قيمة معنى الأبوة. هقول 3 أبعاد صغيرين إزاي ربنا عبر عن حبه لينا كرجالة، يعني زي ربنا عبر عن حبه لنا كأب. أكتر حاجة بتميز الراجل القدرة على إنه يكون مبادر، مش بس إنه يكون قائد، يكون مبادر. وفكرة المبادرة فكرة بتضعف بالوقت، بتموت بالوقت، فكرة إن أنا أكون مبادر. ماجد مرة شاركني بفكرة وقال لي احنا عايزين نعمل في الكنيسة زي ما كان بنسمع هنا مجموعة للرجالة في الكنيسة عندنا. فبدأت أشجع الناس إنهم يحضروا المجموعة دي. فكنت بكلم واحد من الرجالة المتجوزين، فبقول له الفكرة، فبيقول لي على فكرة إن الراجل قائد ومبادر دي فكرة وهمية. هو فزلوك، يعني هو أساسا كل ما تكلمه كده يتفزلك. هو في ناس كده تتفزلك، يعني دايما الحوار تلاقيه داخل في اطار من الفزلكه ملهاش معنى. الراجل ده اساسا بيعاني، يعني هو وزوجته بيعانوا من مشاكل جامده جدا، ان هو مكبر دماغه قوي قوي. هو يعني هو متراجع خالص ومش معترض. قال لها جو اون، يعني سيادتك اعملي كل حاجه، انا ما عنديش مشكله. فهي بتعاني من الامر ده وبتحكي انها بتعاني. فانا رحت قلت لا خلاص خليه يجي ونقعد. فبيقول لي حاجه غريبه قوي، بيقول لي الفكره نفسها هي فكره مش حقيقيه قوي. بقول له يعني ايه؟ قال لي يعني مثلا ارجع لانثى الفيل. انثى الفيل بجد، هو قال لي كده. قلت له ايه مالها انثى الفيل دي؟ انا مش عارف، انا بشوف يعني ما اعرفش الفيل الانثى في ناشونال جيوغرافيك، انا بشوفه بس مش عارف اميزها يعني. فبقول له ايه انثى الفيل؟ قال لي انثى الفيل مثلا هي اللي بتقود القطيع والراجل وراها. تخيلوا، يعني هو كل اللي فهمه. قلت له كويس انا مش انثى الحمار يعني ايه فكره المبادره اللي الله بيستعيدها في حياتنا؟ اتكلمت يمكن عن جون في كتابه واثر فكري جدا بفكره اني بنقطه ان الله منحك اسم. مش عارف كم واحد يعني اتلمس بالفكره دي. عارفين ابراهيم ربنا سماه ايه؟ ابراهيم. عارفين بطرس ربنا سماه ايه؟ المسيح سماه ايه؟ سماه بطرس اللي هو ايه؟ صخره. عارفين يعقوب ربنا سماه ايه؟ اسرائيل. ايه فكره الاسم؟ كيف منحك الله اسم جديد؟ هذه الفكره تأثر قلبي. كيف منحك الله اسم جديد؟ الاسم هو رمز. الاسم هو رمز. اول حاجه الله بيعملها يعبر عن حبه ليك اب.
انك تستعيد المبادره في حياتك. وتستعيد المبادره في حياتك انك يكون لك دور ومهمه في الحياه دي. ان يكون لك دور. ربما الدور ده فقدته محدش وجهني. ربما الدور ده فقدته لاني ما اتدربتش كفايه، عندي اب ما دربنيش كفايه. انا شخصيا ابويا دربني كفايه في حاجات، بس انا مثلا بعترف اني ما دربتش كريم في حاجات كتير، ما خليتوش يغامر في حاجات كتير. وانت تقدر تكتشف هل انت فاقد ادراكك لمهمه ودور في حياتك ولا لا. الله بيديك اسم جديد، يعني مهمه جديده، بيقول لك انت مسؤول. عشان كده في كاتب انا هقرا لكم قال ايه، واحد اسمه جولان ويلبي بيقول: بالرغم من ماضي اي رجل واخفاقات ابيه في انه يضم الى عضويه الرجال، لان الله باستطاعته ان ياخذه في تلك الرحله ويوفر له ما يفتقده، حتى لو مر عليك وقت كبير، حتى لو عدى عليك زمن ما اختبرتش معنى انك تكون مبادر وعارف مسؤولياتك ومهامك ودورك القيادي كرجل. حتى لو حصل كده، حتى لو افتقدت الدور ده كأب ما قدرش ينقل لك الفكرة دي، حتى لو المجتمع اللي حواليك او ظروفك ما سمحتلكش كده، حتى لو عمرك كبر، مازال قدامك الفرصة ان الله يقدر يوفر لك استعادة جديدة، ان يفهمك من جديد انت موجود ليه وعشان ايه المفروض تعمل ايه. تجرأ قوي جون إلدريدج لما قال على الحصى، عارفين في سفر الرؤيا انك هتاخد حصى عليها اسم، عارفين الفكرة دي اللي موجودة في سفر الرؤيا، هتاخد حصى عليها اسم جديد. أثر قلبي قوي، هو بيقول ان الاسم الجديد ده اسمك الحقيقي، وكأنه ده اسمك الحقيقي اللي انت اتخلقت عشانه في مزمور 139. وقت ما هو كونك، وقت ما هو نسج عظامك، وقت ما حط فيك امكانياتك، وقت ما حط فيك شخصيتك، وقت ما حط فيك تركيبتك، هو كان يقصد كيان معين يقوم بمهمة معينة، بدور معين، يقوم بتأثير معين، وده راح منك. انت فقدته، انت فقدته نتيجة تربية، فقدته نتيجة مجتمع، فقدته نتيجة أشياء كتير جدا. لكن الله يقدر في محبته كأب ليك كراجل يرجع تاني، يفتح تاني أنك تكون مبادر، يرجع لك رجولتك وذكوريتك وقيادتك. أنا بحس الحتة دي رائعة جدا. أنا بحس الحتة دي إحدى الأدوار اللي الله بيعملها في حياتنا، إن يخلينا نستعيد نفسنا تاني، نستعيد أدوارنا تاني، ما نهمش. انت مش مهمش. بيقول ان هو يعرف شاب مسيحي في كنيسته، جون. الشاب ده بيقول له انا مسيحي وانا عندي 5 سنين. انا قريت القصه دي. الشاب قال له انا مسيحي وانا عندي 5 سنين. علمتني الكنيسه ان اكون مسيحيا، لكن لم تعلمني ان اكون رجل. علمتني الكنيسه ان اكون مسيحيا، لكنها لم تعلمني ان اكون رجل. وبقول الولد دوت طبعا كان مقصور بفكره الستات، ودي حته يعني ازاي ان الست ممكن تكون احدى الحاجات اللي بتأثر قلب الرجل وتبعده شويه شويه. يعني المراه ليها دور كبير في حياه الرجل، يا اما بتدفعه لان يكون بطل ومقدام، يا اما بترجعه من ورا فيحتمي هو فيها وياخد امانه منها. يعني مش هتكلم في الحته دي، لكن هو بيقول ان الراجل ده كان مغرم بالستات، ومن بنت البنت لغايه ما بنت خدته في حته بعيده في بلد بعيده وراح عاش معاها، في الاخر زهقت منه وسابته. فقابل جون، فجون قعد معاه فقال له انا تايه، انا مش عارف ايه دوري، انا مش عارف جيت منين ورايح فين. وجون بيقول انا بكيت، ورجع قال ربما الكنيسة تعلمنا الفضيلة
تعلم أطفالنا الفضيلة، وهذا أمر جيد جدا، لكن لا تعلمهم كيف يكونوا رجالا، كيف يكونون لهم مهمة، كيف يكون لهم اسم مميز. هذا الاسم يعبر عن مسؤولية، بيكبر وهو عارف انه ليه دور ومسؤولية، ليه بصمة في الحياة دي. عشان كده علامة من علامات محبة الله الأبوية وانه يرجع يسترد تاني دورك كرجل، مبادرتك كرجل، يؤكد اسمك تاني. الاسم ده اللي خده ابراهيم، هو ابراهيم اب لجمهور كثير، هذا الاسم معناه دوره. يعقوب هو اسرائيل الامير المجاهد مع الله، ده اسم دور. سمعان بطرس هو الصخره اللي هيبني عليها الكنيسه. بولس كان شاول، معناها بولس المتواضع او الرجل اللي هيسكب نفسه عشان الامم. الاسم ربنا بيديهولك، بيعلمه عشانك، عشان يقول لك ان ليك دوره مهمه. انت ليك اسم. كبرت، الايام عدت، الله عنده استعداد يرجع تاني يديك العلامه دي، يمنحك الامر ده في بيتك مع ولادك. عشان كده حاجه من اب قديم شويه اخطا اخطاء كثيره في تربيه. انا عندي كريم وياسمين. كريم اتلخبط شويه مني عشان ربيته. سمسمه مظبوطه جدا لاني ما ربيتهاش. يعني كلما عكيت اكتر، كلما فتيت اكتر، كلما جودت اكتر، في الغالب انت وانت عندك ابن صغير، عرفه انه هو ليه اسم مميز. الاسم ده مش بس حروف، الاسم ده هو علامته في الدنيا دي، علامة وجوده، قيمة وجوده، هو مهمة وجوده كراجل. الله هو اللي بيمنحه الأمر ده. في حضن ربنا بيبدأ الاسم ده يلمع. في حضن ربنا بشوف نفسي من جديد، بشوف اسمي من جديد. تاني حاجة بسرعة، عشان أنا عندي نقول حاجة أخيرة. تاني حاجة الله بيعملها كأب، إن الله مش بيستهين بجروحك، أنت اللي بتستهين بجروحك. الله ما بيقفش عند الله عارف أخطائنا على فكرة، الله عارف خطايانا بس مش مشغول بيها قوي. أنا عايز أقول لكم الجملة دي يعني حاولوا تفهموها. الله مش مشغول مش قلقان فكرة أخطائنا وخطايانا، هو عارفها، هو رافضها، بس مش مصعبة الدنيا، مش موقفاه. بدليل رحلة كل رجال الله إنهم مشوا بأخطائهم. لو الله واقف عند أخطائنا ما كانتش حاجة مشيت خالص. يعني خدوا الكلام ده، معرفش هتفهموه إزاي. الله عارف أخطائنا، الله بيرفض خطايانا، الله بيرفض نجاساتنا، الله بيرفض كبريائنا، الله بيرفض كل غش ونجاسة في حياة. الله بيعمل كده وكل ما فيه، لكن هو مش واقف عند الحتة دي. هذه الأمور لا تعوق الله أساساً إنه يكمل عمله فيك أب. الله برغم إنه يدرك نقصاتك وعيوبك لكنه غير مشغول بيها ولا بيركز عليها. الله بيركز إنك تمشي لقدام. وفي نفس الفكرة الله لا يزدري بجروحك، الله ما بيستهترش بجروح. أنت اللي رافض إنه يكون عندك جروح، أنت اللي بتنكر جروحك، أنت اللي مش عايز تقول إنك مجروح، أنت اللي بتكابر وبتقول إن أنا مش مجروح. عشان كده أنت لازم في محضر ربنا تكشف جروحك، لا تنكر جروحك. مفيش جرح بيتشفي وأنت بتنكره. وجون قال مفيش جرح بيتشفي وأنت تعتقد إنك بتستحق الجرح ده. الحتة دي مهمة قوي. ساعات بنشعر بإن إحنا بنستحق اللي إحنا فيه. أنت ما تستحقش أي أمر ضار في حياتك، أنت ما تستحقش حاجة، ما تستحقش حاجة مؤلمة في حياتك، أنت تستحق كل بركة ومجد وخير. كل جرح بتنكره مش هيخف، وكل جرح في حياتك أنت بتظن إنك بتستحق الجرح ده يبقى فيك مش هيخف. عارفين ليه المشكلة؟ ليه الله في إبوته عايز يشفي جروحنا؟ لأنه عارف إن جروحنا بتشكل
بتشكل طريقة حياتنا، بتشكل مسيرة حياتنا، وبتشكل اللي بننقله لأولادنا بعد كده. أبوة الله بتشفي جروحنا، لا تزدري بجروحنا. أنت اللي بتنكرها، أنت مش عايز تقول في رجولتك إنك مجروح، وفي حضن ربنا وفي حضن الآب ده، وهو بيحضنك الحضن ده، أنت محتاج تقول وتعترف وتشوف وتقول كل الجروح اللي اتجرحتها وتطلعها ولا تنكرها. في كاتب اسمه بيرنان بيقول بتبدأ الحياة الروحية الحقيقية، بتبدأ الحياة الروحية الحقيقية بقبول ذواتنا لجروحنا، بقبول ذاتنا لجروحنا. هقول لكم جملة أخيرة في الحتة دي وبعدين هنقل للحتة الأخيرة. قالها جون أنا، بيقول في أوقات الله يجرحك ويخبطك في نفس مكان الجرح اللي انت مجروح بيه، فيؤلمك. مفيش أقيم في الدنيا، مفيش أقيم أنا شفت كده، أنا عاصرت جزء من، أنا اختبرت جزء من ده. مفيش أقيم في الدنيا من إنك تعيش وأنت مش خايف من حاجة، مش خايف من نفسك، مش خايف من جروحك، مش خايف من اللي حواليك، مش خايف تبقى صغير، مش خايف تبقى قليل. أنت مش قليل أساسا، أنت في ذاتك مش قليل. مفيش أي مبرر إنك تدعي إنك بطل، لأنك بطل في المسيح حتى بجروحك. مفيش أروع من إنك تكشف، مفيش أروع إنك تكشف كل جروحك. نداء أخير، تعبير فرق معايا قوي: لا تحتضن جروحك، اطلقها، اطلقها، قولها. ربما اتجرحت من أب، ربما اتجرحت من أم، ربما اتجرحت من قريب، ربما اتجرحت جسديا، ربما اتجرحت نفسيا. جزء من محبة الله الأبوية إنه بيتعامل مع جروحنا، إنه لا يزدري بجروحنا، وبيقفش عند، مش واقف عند خطايانا ونقائصنا، بيكمل رحلته معانا ويرجع يضمنا تاني لحضنه، لنفس الحضن الأبوي. هختم بآخر حاجة. قلت أبوة الله بتديني اسم، تديني قيمة، تديني معنى في الأول، والمعنى ده، الاسم ده رمز المعنى، هو دور ومهمة بعيش بيها في حياتي. وقلت الحاجة التانية إن أبوة الله ومحبة الله في أبوته مش بتزدري بجروحي ولا بنقائصي. وناس بتعيش أسرى جروح لغاية ما تموت، محتضنة جروحها إلى أن تنتهي حياتها. الله بقول لك اطلق جروحك. محبة الله تقول لك تعالى في حضني، اطلق جروحك، تعالى خد حضني. هذا الحضن بيطلع كل النجاسات والجروح إلى الخارج. آخر حاجة أختم بيها، أبوة الله هي ربطة الحب، هي المية اللي بترويني فأشبع. كنت بلعب لعبة زمان مع ولادي، أعتقد كلكم لعبتوا حاجات جميلة مع الولاد، ودي كانت أجمل أوقات بنقضيها. كان عندي ياسمين صغنطوطة كده، وكريم صغنطوط، وأنا مش كبير مش صغنطوط كده، وكنا بننام على السرير إحنا الثلاثة، وعلى اللحاف كنا واحد هنا وواحد في الوسط واحد هنا، وكل واحد بيحاول، الاثنين على الجناب كل واحد بيحاول ياخد اكبر كميه من اللحاف، والتاني يشد الناحيه الثانيه، ونشوف مين اللي يعني هيبقى من غير لحاف. وطبعا في الوسط مش خسران حاجه، في كل الحالات هو متغطي يعني. اللحظات دي لحظات كانت لسه بنفتكرها لغايه دلوقتي، لحظات ممتعه، وهي بتعبر عن فكره المعيه. هي دي الفكره الاساسيه، فكره الاب اللي موجود. احنا مخلوقين مش عشان نبقى لوحدينا، احنا اساسا اتخلقنا عشان نبقى في معيه مع ربنا،
في حالة شركة مع ربنا. فكرة المعية. ساعات عارفين حد يجرب، انا ساعات اتعصب، يعني ساعات اتعصب على، مش هتعصب قوي يعني، ما تفكروش يعني شجاع قوي على مراتي، يعني مش قوي، اتعصب بالراحه برضه بصوت واطي. وانا خارج كده، لما تيجي تقول لي على حاجه بتفسير زياده، تطلب مني طلب فتقولي لي بتفسير، مش عايزك تقول لي مش انا عارف، ما تقوليش يعني. عارف لما تروح مشوار واحد يقول لك خلاص انا عارف انك انت لما تيجي تيجي مش عايز تسال على حاجه تقول له لا انا عارف، شكرا خلاص انا عارف. احساسك انك انت مش عايز حد يقول لك حاجه، احساسك انك عارف، وكأني عدم المعرفه هي عار. هي مش عار، احنا اتخلقنا عشان نعرف، عشان نجد حد يعيننا فيعرفنا. اساسا ادم لما اتخلق علشان كان هو ربنا يقول له، يبقى في معيه مع ربنا. انتوا عارفين سقطة ادم الاساسيه كانت ايه؟ عارفين طبعا يعني اكيد كانت ايه؟ الكبرياء. ايه ده؟ ان يصير مثل الله. طب هقول لكم الفكره ببساطه قوي. حواء حصل لها اغواء. مين غوى حواء؟ الحيه. طب ادم حصل له اغواء؟ لا ما حصلوش اغواء، برافو عليكم. هو ادم حصل له ايه؟ بمزاجه، رغبه انه ايه؟ حواء قالت له اعمل، خد ايه؟ من الثمره وكل. كان ممكن ياكل وكان ممكن ايه؟ ما ياكلش. قعد يفكر، اكل ولا ما اكلش، اكل ولا ما اكلش، اكل. هو كان عارف ان هو لما بياكل كان بيستقل عن الله. الخطيه الاولى والعظمى في الحياه ان تستقل عن الله، انك عايز تعيش من غير ربنا. الخطيه الاولى والعظمى انك تستقل عن الله. الله يدعوك ان تلتصق بيه وانت عايز تستقل عن الله. هي دي الفكره الاساسيه. احنا مخلوقين عشان نحيا في معيه مع الله. احنا مخلوقين عشان نلتصق بالله. احنا مخلوقين عشان نكون معاه. بصوا يسوع قال ايه؟ يسوع نفسه قال كده: الكلام الذي اكلمتكم به لست اتكلم به من نفسي، لكن الاب الحال فيا هو يعمل. المسيح هو نفسه قال كده، بيقول لا يقدر الابن ان يعمل من نفسه شيء الا ما ينظر. يعني انا ما اعرفش اعمل حاجه من نفسي، انا الاب، التصاقي بالاب هو اللي بيخليني اعمل. اللي بيقوله لي الاب انا بعمله. وثالث حاجه الله بيعملها في محبته لينا، انه يرجعنا لمعيته، لالتصاقنا بيه. مش هتعرف تعمل حاجه غير وانت معاه. انت مخلوق عشان تبقى معاه. انت مخلوق علشان يقول لك، يرشدك، يقودك. يمكن عايز اختم بالجمله دي، بقول يمكن الله مش عاوزنا بس نعيش في حياه شركه معاه، لكن الله عاوزنا نعيش في حياه اعتماد، نعتمد عليه، حياه اعتماد عليه. حكيت لكم المقدمة وقلت في الآخر المقدمة إني أنا أحتاج إلى حضن أبوي. هذا الحضن الأبوي قادر أن يعيد مرة تاني ويشفي مرة تاني ويغسل مرة تاني كل احتياجاتي. قلت إن في 3 حاجات الله في محبته الأبوية بيعملها. الله بيديني هدف ومعنى. قلت الحاجة التانية إن الله مش بيزدري بجروحي ولا بأوجاعي، ونقائصي وخطاياي مش بتوقفه. وقلت الحاجة الثالثة إن إحنا مخلوقين عشان نكون بنعتمد على أب. اللي عايز أقوله وكأنه هو اللي في قلبي ليكم النهارده. الله بيدعوك
أن تعود إليه إلى حضنه، تختبر حضن الله، تختبر أنك تعتمد عليه، تختبر أنك تشفى جراحك وأنت معاه، تختبر أن محدش يزدري بجراحك، تختبر أنه بيعيد ليك دور ومهمة ودور في الحياة اللي أنت عايشها. قال للمرأة السامرية اللي يشرب من المية دي لن يعطش أبدا، اللي يشرب من المية دي لن يعطش أبدا. في نوع من الماء، في نوع من العطاء، في نوع من الحب عند الله يخليك تقدر تعيش حياتك برغم كل صعوباتها، كل ألمها، بكل صراعاتها، أن لا تشعر أنك مغترب، تشعر في أعماقك بالشبع.